السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود علي في دقيقة كورة. هنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك وإنبي. صراحة يعني هو ماتش أنا بالنسبة لي ماتش يعني غريب جدا. الزمالك نزل ماتش 4-3-3 بنفس التشكيلة اللي هي يعتبر فاتت، مفيش أي تغييرات في الماتش. استحواذ محدش يقدر يتكلم. استحواذ 80 20 يعتبر 80 20 او 70 20 نادي الزمالك. لكن صراحه استحواذ ولا ليه اي صنف العازه. انت بتتكلم بيباصوا الكره على بعض. المدرب بتاع نادي انبي عمل صراحه عليهم جيم يعني من نار. ساب لهم الكره يلعبوا بيها. دي نفس شخصيه الزمالك اللي بيحصل فيه، لكن تاثير مفيش اي تاثير. الزمالك لو كان لعب 3 4 ماتشات على نفس الكلام ده ما كانش هيعمل اي حاجه، لان صراحه يعني ما كانش فيه ادنى خطوره ولا هجمه الشوط الاول على الجون من نادي الزمالك. اللاعيبه يعني ما فيش، يعني انا من وجهه نظر يعني او من وجهه نظر اي مشجع بيشجع النادي، ما فيش كده احساس، ما فيش روح. بيباص الكره كده ببرود، منتهى البرود يعني. ما فيش لمسه يعني خط. يعني انا دونجا ده مش عارف وظيفته في طول الشوط الاول والشوط الثاني. الكويس انه طالع ما بيفتكش كوره من الضغط بتاعه، ما فيش، مش زي طارق حامد في الروح عامه. يعني وظيفته ايه في الملعب؟ رؤى، يعني رؤى احسن منه بكتير. رؤى لو يلعب ستة هيبقى اكيد افضل من دونجا. دونجا وجوده يعني صراحه مش عارف هو بيعمل ايه في النمره ستة. طبعا مش هنتكلم عن الكارثه عبد الغني. عبد الغني صراحه يعني حاجة. هي لو بيلعب في وادي دجله اللي في الدرجة التانية مش هيعمل كده. لعيب متواضع جدا وأقل من الضعيف. يعني ماتيب، يعني اللي هو يعني لسه صغير، لسه 21 سنة تقريبا أو 22 سنة. ده بيلعب بقاله 5 6 سنين في النادي، لكن مستواه طبعا في تراجع مستمر. يا ريت ما يلعبش تاني. بتتكلم في اللاعب التونسي. صراحة أنا عندي نقطة، عندي علامة استفهام كبيرة جدا على حمزة المسلوسي. فيريرا مش مقتنع. فيريرا مش مقتنع نهائي بنيمار. ما اعرفش ليه ما بيبدأش بيه. يمكن حمزة المسلوسي ما بيخدمش الطريقة. بيخدم نيمار ما بيخدمش الطريقة، لكن ده لعيب بيدافع بس، ماليش مهمات هجومية. هو لعيب مدافع ما بيعرفش يهاجم. يعني لعيبه كلها على علامات استفهام. ما تعرفش، ما فيش روح، ما فيش نفس الروح بتاع الموسم اللي فات او الموسم اللي قبليه. استسلام تام. ايه ده انبي يعني يا جماعه. انت يا دوبك ماسك الكره وعمال تباصي لورا، تباصي لقدام، تباصي لقدام. بتبني الكره 30 70 باص او 50 باص تقريبا، او مش عايز اوفر في الكلام. لكل ده عشان خاطر نبني هجمه ليه؟ طب ليه كل ده يعني؟ انت بتلاعب انبي من انبي في الشوط الاول كورتين، كرة في الجون والكرة الثانية طلعها محمد صبحي. الكرة اللي جه منها الجون، الدفاع اللاعب اللي اسمه احمد يوسف، لاعب باك اللي بيلعب برجليه الشمال، ده لعيب صراحة لمسته حلوة. هي دي اللعيبة اللي المفروض مثلا تبقى في تبقى في الزمالك او في الاهلي. لعيب كورته حلوة، ثرو كده من بين، ضرب خط الدفاع كله واحدة ثرو كده. كابو ده صراحة لرفيق كابو ده الجون الاولاني. صراحة رفيق كابو حاجه كده 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم. لكن انت بتيجي على النقيض في الزمالك مفيش لاعب بيلعب، مفيش لمسته حلوه، لعيب سريع. السبرنت اللي ضربه في اخر الماتش ده، انت بتتكلم في ايه؟ يعني انت عندك مصطفى شلبي ده كويس انه بيمشي. ايه ده يعني؟ انا يعني واحد زي رفيق كابو ده ما يجيش. يعني انا بالنسبه لي لو كان جه احسن مليون مره. هو كان في انبي والتاني في انبي احسن مليون مره من مصطفى شلبي. مصطفى شلبي ما بيعملش حاجه. اسامه نبيه ده، يوسف اسامه نبيه يلعب عليه 100 مره. لكن ما ت... انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في لعيب تعبان بطيء جدا. ناحيه اليمين ميته. هو زيزو مش فايق خلاص. نادي الزمالك مش فايق. فانت لعيبه صراحه ما عملتش، انا من وجهه نظري ما عملتش اللي عليها. مش ده فريق اللي هينافس على الدوري. ده فريق هيندخل مركز رابع ولا ثالث يبقى على الله، لكن مش هينافس. لا، ضعف الاسماء، ده تراجع مستوى رهيب جدا. مش عارف ايه اللي حاصل. يعني تراجع مستوى حاجه غريبه. انا كنت هتجنن. ده انا كان عندي حرقه عن كده يا راجل. مش للدرجه دي يعني. صراحه هزيمه يعني قاسيه.
هزيمه 2-0 رغم ان انت في المركز الخامس، وكنت بتحاول انك ما تفقدش نقاط عشان ترجع في المنافسه وتحاول تنافس النادي الاهلي. النادي الاهلي في الدوري ماشي كويس، ماشي كويس جدا جدا، عكس بطوله افريقيا اللي هو صراحه ليفل غير ليفل طبعا الدوري المصري. لكن المدرب بتاع النادي انبي معلم، ضحك على فريرا، ساب له الكوره العب براحتك باصي، لكن ما تروحش ناحيه الجون، بيلعب على المرتده صراحه. رفيق قطبه حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بدون حسد، يعني بدون حسد او بدون اي حاجه، يعني الواحد يعني مش عفشه، لا لعيب عالي. انت بتتكلم لعيب يعتبر من لحد دلوقتي من نجوم من نجوم الدوري المصري، الكورتين واحده اسيست وواحده جول، لعيب بيلعب برجليه الاثنين. اللعيبه لفت انتباه اللاعب اللي اسمه احمد يوسف، لاعب كورته حلوه، سروهاته كويسه، كل ده من 3 4 كور، عكس نادي الزمالك اللي لسه ما راحش ناحيه الكوره، ما راحش يعتبر بهجمه بتاعت مضاي اللي ما تعرفش ده بيلعب ايه، بيلعب شمال ولا بيلعب يمين، ولا اصلا بيعرف يلعب كوره. ما انا مش فاهم يعني، هو حتى الجمهور حاسس باللي كان في الملعب. لاعيبه ما عندهاش ادنى احساس بالمسؤوليه، مش رغم ان الجماهير كانت مسانده طول الوقت وبتكلم لسه بدري لسه بدري، واي حد كان بيتفرج على الماتش سمع الكلام. فصراحه اللعيبه دي لازم تراجع نفسها، لا لازم اللعيبه ما فاقتش، لا لازم قاعده، لا انت حاجه مخيبه ومذل، يعني مش ده نادي الزمالك بتاع الموسم اللي فات، مش ده نادي الزمالك بتاع الماتش اللي فات، اللي كان نازل عايز يكسب الماتش. ايه البرود في اللعب ده؟ اي نعم انت هتكلم ضعف امكانيات لعيبه، طب ماشي يا جماعه، طب ما برضه ما في فريق، ما في تيشيرت. قالها ابراهيم فايق قبل كده، قالها ابراهيم فايق في الحلقه اللي فاتت تقريبا على النادي الاهلي، قال لك انت بتلعب فريقين كبار، انت بتتكلم نادي الاهلي نادي الزمالك، انت مش بتلعب باسماء اللعيبه، ما ضعف الامكانيه، ضعف اللعيبه مش هتدي اكتر من كده، لا. وانت بتلعب لابس تيشيرت نادي الزمالك او لابس تيشيرت النادي الاهلي، انت لازم تموت نفسك على كل كوره، لازم كل ماتش انك تكسبه، لازم تلعب كويس. انت بتلعب انبي لا مؤاخذه، ما بتلعبش الترجي او بتلعب بلوزداد، اما نشوف هتعمل ايه بلوزداد. والصراحه المعلق ده، حد يقول لي المعلق بتاع اللي كان بيعلق الماتش ده ايه ده؟ يعني ده معلق عايز ينيم اللي قاعد يتفرج على الماتش. واحد يقول لي المدرسه الصامته، او مش عارف، زي ما كنت بسمع قبل كده يقول لك المدرسه الصامته ومدرسه التعليق البطيء، يعني حاجه دي موجوده في الدوري المصري بس انا ما اعرفش عنها، اول مره اسمع عن الكلام ده. هو الكلام ده موجود في الدوري المصري صراحه، معلق ينيمك، يعني بينطق الكلمه بالعافيه، راجل ما تعرفش عنده 50 60 سنه ولا ايه. هو يعني ما ت... يعني لو وكانوا عاملين يعني معلقين جداد، لكن يعني ما شفناش اي بادرة كويسة يعني. هو يا ريت يعني المعلق ده ما يعلقش تاني على الماتشات. وبرضه لفت انتباه الحكم اللي هو عبد العزيز السيد ده، يعني الحارس بيضيع في الوقت بطريقة واضحة جدا لأي واحد لا يفقه شيء في التعليق، فبيكلموه في التحكيم قصدي. فرايح سيف جعفر راح مديله انذار، يعني راجل محدش يحتك بيه ولا حاجة وسايبه براحته. هو انت هي التحكيم ده ماشي ازاي ما تعرفش، يعني بيضيع وقت جدا، يعني المفروض يستعجلوا ويديله انذار، لا واحد راح يعترض راح مديله انذار، راح منتهى يعني التلقائيه. الجزيره راح برضه يزعق وبتاع، ما تكلمش معاه، مش هيدي الفرقه كلها انذارات وهو غلطان. برضه دي حاجه غريبه جدا عملها. صراحه شابوه، انا بالنسبه لي يعني اللاعب رفيق كابو ده لعيب عالي جدا، لعيب لعب ماتش يعني يعتبر من نجم من نجوم اللقاء. يعني انا اديله 9.5 من 10. لعيب عمل كل حاجه في الماتش، يعني السبرنت اللي ضربه في في اخر الشوط. علي فوزي برضه لاعب كورته حلوه. المدرب برضه علامه كامله، عارف صراحه يمشي الماتش. فيريرا ما يعتبر مع مش عارف دماغه بقت ماشيه ازاي. اللي في دماغي يعني انا عندي عيوب على التشكيله انا شايفها صراحه مش فيها عايزه تغييرات كتيره جدا جدا. انا مستغرب ان اسامه نبيه ما بيلعبش على مصطفى شلبي. دونجا متواضع جدا، عشان انا استغربت ان بيراميدز سابه، كان مش متابعه على طول، يعني متابعه من فتره. لا بس بيراميدز لا، دونجا تعبان، مش هو اللاعب اللي هو يعوض طارق حامد، انت عايز واحد في نص الملعب. الحاج ده هي البادره ما مش تعرفش، انا شفت له اللي لعبه ايه، ما تعرفش برضو الواحد ما يحكمش عليه من انا برضو غايب عن المتابعه وكده لسه ما احكمش. لعب كورتين ما بس ايه ما شفتش منه لمسه. رؤى هي نص وسيف جعفر صراحه الماتش ده ما كانش ظاهر جدا، لعب الماتش اللي فات كويس، انا قلت هو ده اللي هيبقى فيهم.
لكن هو يعتبر ده اللي الامل عليه. سيف فاروق جعفر صراحه انا شايف منه بادره كويسه، لاعب بيشوط كويس بيلعب كويس، لكن النهارده ما كانش في المود بتاع زيزو. ماتش حلو ماتش مش حلو، لكن زيزو لو فايق كان هيفرق كتير. لا، يوسف اسامه نبيه لازم يلعب على مصطفى شلبي. مصطفى شلبي كارثه، بطيء جدا يا جماعه، واي حد لو عنده راي تاني يقول لي. لا سيف فاروق جعفر صراحه كان الماتش ده يعني يعتبر من اسوأ اللعيبه. محمد عبد الغني ما يلعبش تاني، ده من رأيي يعني. محمد عبد الغني ما يلعبش، كفايه كده، او يلعب بيه تالت. وهي بما يا ريت يعني بما يرضي الله، لا يبدأ بنيمار. هي يلعب بالونش وماتيب ونيمار وفتوح يا دونجا. مش عارف، تراجع المستوى المخيب للآمال. بصراحة أنا الماتش ده يعتبر شابوه المدرب بتاع نادي سموحة، عرف يخلص الماتش من كورتين، كورتين بالظبط. لعب فيهم يعني يعتبر أفضل كورتين، 3 كور خلص بيهم الماتش. ساب لك الكرة براحتك، ضحك على فريرة بالكرة. ساب له الكرة يلعب براحته، استحواذ ماليش لازمة ماليش عازة أساسا. ما أنت ما رحتش غير الشوط الثاني غير بكورتين كانوا في الآخر. كرة جت في العارضة من نضاي، والكرة الثانية كانت من يوسف أسامة نبيه اللي أنا مطالب وبكرر. مش عارف ازاي بيلعب مصطفى شلبي بيلعب عليه. تلعب طول اللعب 70 دقيقة تقريبا، ما عملش فيهم أي أسيست، أي هجمة، أي سرعة. طبعا أنت الحاجة الغريبة اللي أنا هتبقى بالنسبة لي مش طبيعية إنه يلعب الماتش اللي جاي. لعيب على قده جدا، اللي مش عارف اللي بيختاروا على إيه. ده كان كل اللي عملناه. يا ريت يعني يبقى فيه دم، يبقى فيه إحساس. أنت الجماهير في آخر الماتش أنت سامع يعني من اللعيبة ما بتحسش. زي كان في شتيمة وفي ألفاظ وكده، فكانوا بيقطعوا الصوت كل شوية. فده كان كل اللي في الماتش صراحه. شابوه رفيق كابو، واللاعب اللي اسمه احمد يوسف ده لاعب كويس جدا. وعلي فوزي كان من نجوم الماتش. نادي الزمالك يعتبر ما فيش حد كان كويس الماتش ده، ماتش للنسيان. سلام.